مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بألف خير. شكون فينا اللي ما توحش رمضان وديك الريحه الغزاله ديال المخبوزات المعمرين اللي كتشد من بعيد؟ اليوم جبت لكم وصفه خفيفه وجد اقتصاديه تصلح في الفطور ديال رمضان الكريم. غادي نوجدوا مع بعضياتنا خبيزات معمرين في الفران بحشوه غزاله ومكونات متوفره في كل دار. الحشوه كتجي خفيفه ولذيذه ما تشبعوش منها، واللي داقه غادي يسول على الوصفه. قبل ما نبداو كنتمنى تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا الجديد، وما تنساوش الجيم وتخليو لينا رايكم في التعاليق. نبداو الوصفه ديالنا. نبداو بالعجينه. كنديروا 400 غرام ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره، كنضيفوا معلقه صغيره ديال السنيده، معلقه صغيره عامره ديال الزبده، وكنجمعوا بالماء دافي. بالنسبه للماء كنستعملوا الماء اللي غادي يكون كافي للعجن ديالنا، والعجينه ما كتكونش قاصحه، كتكون رطبه. نعجنوها تقريبا واحد 2 دقائق حتى 3 ديال الدقائق ماكسيموم. ها هي العجينه ديالنا كتكون على هذا الشكل. نغطيو عليها ونخليوها حتى تخمر مزيان، وندوزو نقادو الحشوه في هذا الاثناء. ناخدو الطنجال ديالنا ونقطعوه بشكل طولي كيف كتشوفوا معايا، يكون على هذا الشكل هذا. كنستفوه وكنديروا له الملح، البزار، وكندهنوه بشويه ديال الزيت. كنقلبوه الجهه الاخرى ونعاودو نفس العمليه، الملح والبزار والزيت، وكنديروه يتشوى. انا شويته في آلة البانيني، ممكن تشوي في آلة بانيني في الفران اولا فوق المقله. وندوزو لحاجه اخرى في هذا الاثناء. كناخدو مقيله نديرو فيها معلقه صغيره ديال الزبده، شويه ديال الزيت. ملي كتذوب لينا الزبده كنضيفو بصله، انا درت وحده كبيره، والفلفله حتى هي استعملت وحده. كنديرو نص معلقه صغيره ديال الملح، نص معلقه صغيره ديال البزار، كنحكو شويه ديال الزعتر. نخليو كلشي فوق عافيه متوسطه حتى كيطيب ويوجد. من بعد ما كيوجد لينا كنديرو الطون والفرماج مثلث. انا استعملت 4 ديال الفرماجات صافي، وكنخلطو كلشي حتى كينسجم لينا الخليط مع بعضياتو. الخليط ديالنا من بعد ما كيتجانس كيجي على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، كيجي معيلك وغزال. ندوزو نقليو البطاطا ديالنا اللي سبق لينا قطعناها طريفات متوسطين، حتى هي غادي نحتاجوها في الحشوه ديالنا. وصدقوني هاد الوصفه كتجي لذيذه، وإلا جربتوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها، كتجي معيلكه وكتحمق. نرجعوا للعجينه، نحيدو منها الهواء ونشكلوها كويرات. كناخدو الكويرات ديالنا وكنبداو نسرحوهم على هاد الشكل اللي كتشوفوا معايا. نضيفو ليهم الخليط الاول ديال الفلفله والبصله والفرماج اللي كيجي معيلك، ونضيفو ليهم الدنجال اللي ديجا شويناه وقطعناه طريفات، والبطاطا اللي سبق لينا وقليناها مع بعضياتنا. وكنجمعوا هذيك العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. ناخدو طاوه اللي غادي تدخل الفران، نستفو فيها العجينه ديالنا وكندهنوها بالزبده دايبه، وكنزوقوها بالفرماج وبشويه ديال الفلفله. كل واحد كيزوق بالطريقه اللي عجباتو. من بعد ما طابوا وخرجناهم من الفران كيجي الشكل ديالهم رائع والمنظر كيشهي، والحشوه كتجي فنه ولذيذه. جربوها ما غاديش تندموا، غادي تولي عندكم ادمان. شوفوا معايا الحشوه من الداخل كتجي معلكه وغزاله وبنينه. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس، وما تبخلوش علينا بالراي ديالكم في التعاليق. الى الوصفه القادمه، بسلامه، خليتكم على خير.